بكم في حلقة جديدة من ايه اللي هيحصل. النهاردة هنتكلم عن ايه اللي هيحصل لو القمر اختفى مرة واحدة، وايه هي الاعراض الناتجة اللي هتيجي على الكرة الارضية. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشير على كل صفحات السوشيال ميديا عشان نعرف نطور من نفسينا ونقدم لكم كونتنت افضل كل يوم. وبرضه ما تنسوش تشاركونا ارائكم في الكومنتات تحت الفيديو عشان نعرف نطور من نفسينا، وبرضه ناخد منكم افكار لفيديوهات جديدة هنقدمها لكم. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. بص بقى يا عزيزي المشاهد، القمر ده صخرة عملاقة بتنور ليلنا وكمان تقدر تغير لونها. طب لو القمر فجأة اختفى، هل هنحتاج نظارات للرؤية الليلية؟ طب هيحصل ايه للمد والجزر في المحيطات والفصول اللي زي الشتاء والصيف ودورات نومنا؟ ولا يا عزيزي المشاهد التأثيرات هتبقى أكبر من كده بكتير؟ طيب ركز معايا بقى يا عزيزي المشاهد، القمر هو أقرب جسم سماوي للأرض، وبتأثر جاذبيته على حاجات كتير بتحصل عندنا. يعني مثلا لو بتحب تركب الأمواج، القمر هو السبب اللي بيعمل الأمواج اللي عندنا في الأرض. هيجي حد يسألني ويقول لي إزاي؟ هقولك، لما جاذبية القمر بتشد الأرض، المحيطات بتتحرك وبتدينا حاجة اسمها مد وجزر، والمد والجزر دول بيكونوا مختلفين في مناطق كتير حوالين العالم. وممكن حد يجي يقول لي انت غلطان، الرياح هي اللي بتدي الامواج طاقة. هاجي انا واقول له انت عندك حق في النقطة دي، الا ان المد والجزر هما اللي بيدوا الامواج شكلها. وجاذبية القمر كمان بتثبت الارض على 23.5 درجة بالنسبة للشمس، وده هو العامل والسبب الاساسي اللي بيدينا فصول السنة ومناخ نقدر نعيش فيه. طب ايه اللي هيحصل لو المناخ ده بقى غير مناسب للحياة؟ لو القمر اختفى، تأثيره اللي بيثبت دوران الارض هيختفي معاه. عايز الاخبار الحلوة الاول؟ اجازة نهاية الصيف هتكون اقرب يا عم، انبسط. ليه بقى؟ ركز معايا، لو القمر فجأة اختفى، اليوم على الارض هيبقى من 6 ل 8 ساعات بس على مدار ملايين السنين. المد والجزر والضغط على القارات كانوا بيبطئوا دوران الارض وبيخلونا نعيش ايام مدتها 24 ساعة. لكن من غير تأثير جاذبية القمر، الارض هتلف اسرع من كده ب3 ل 4 مرات. وهنا بقى الاخبار الوحشة، مع سرعة الدوران دي هنبقى بنواجه رياح توصل سرعتها ل 480 كيلو متر في الساعة. الطيور والحشرات مش هيقدروا ينجوا، والكائنات المحظوظة الوحيدة اللي ممكن تنجو من السرعات دي هي النباتات اللي جذورها غويطة تحت سطح الارض، او الكائنات الصغيرة جدا. وكمان الكائنات البحرية هتموت لان كتير منها بيعتمد على الطيارات المائية، وبدون القمر الطيارات دي هتختفي، عشان الطيارات دي بتساعد على توزيع المواد المغذية من قاع المحيط لسطحه، وبتسحب المياه الغنية بالاكسجين لعمق البحر. بصوا اعزائي المشاهدين، عشان برضو نبقى واضحين، لسه هيبقى فيه مد وجزر، لكن هيكونوا خاضعين لجاذبية الشمس من على بعد 93 مليون ميل، وهتبقى قوتهم تلت القوة العادية بس. وبرضو مع اختفاء القمر، المحيطات هتتجه ناحية الشمس، وده هيعمل موجات كارثية وهيقتل آلاف البشر وهيغير السواحل. في الحالة دي بقى هنتأقلم على طيارات محيط جديد اللي هتسخن المية حوالين خط الاستواء، وهتخلي المية في الأقطاب متجمدة. والتغيرات دي هتأثر على اليابس عندنا، لأن درجة حرارة المحيطات بتأثر على المناخات الإقليمية. وكمان ممكن الشمس والمريخ والكواكب القريبة يكون ليه تأثير جاذبي على كوكبنا، ويبدأوا يشدوا الأرض في اتجاهات مختلفة ويخلوا ميلها يزيد. الأرض ممكن تتغير حوالي 10 درجات، وده يا عزيزي المشاهد هيعمل تغيرات كبيرة جدا في الفصول، وهيخلي المناخ غير مناسب للحياة. مع التغيرات دي معظم المحاصيل هتموت، وهندخل في أسوأ العصور الجليدية اللي شفناها على مر التاريخ. وبكده يا أعزائي المشاهدين خلصنا حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتشير، وتشاركونا آرائكم في الكومنتات، وبرضو قولوا لنا نعمل ايه الحلقة الجاية. يلا باي باي.